جديد رخيص جنن يهبط عيار يموت تنزيلات نقشة جديد كله رخيص داخل كيس. بلبن يتصدر الترند من القشطوطة والقشطوزة لطسطوسة وهرم الحلو. في الفترة الأخيرة بقينا نسمع عن قصص نجاح خاصة بمطاعم ومحلات حلويات وكتير من الترندات، واللي أشهرهم محلات بلبن، واللي بقى من أشهر المحلات لدرجة إنه بقى موجود في دول عربية كتيرة، وكل فرع فيهم في دولة مختلفة، وبيقدم كتير من الحلويات المختلفة والاختراعات اللي غرقانة في السكر. يا ترى إيه الحكاية؟ ومين صاحب المحلات دي؟ وإيه هو هرم الحلو؟ بعد ما عدى أيام من رمضان، وكطبيعة الشعوب العربية بيكون في إقبال على أهم أصناف الحلويات الشرقية، واللي استغلت فيها سلسلات محلات بلبن الإقبال ده، واللي ما بقاش ليها سيرة إلا بلبن، واستخدموا في إعلاناتهم أشهر البلوجر الهنود والأتراك عشان يعملوا لهم دعاية، ده غير البلوجرز والفود ريفيور المصريين. وبسبب حملات الدعاية والفيديوهات دي، وبقى عبارة عن طوابير بأعداد ضخمة قدام الفرع، وده لأنه بيقدم اختراع مميز وأطباق جديدة، زي طبق سموه كشري الحلو، وطبق اسمه مسحب، حتى في فلافل حلو، وده غير هرم الحلو حتى عملوا طبق على اسم صاحب المطعم وهو تميم الشربيني. والشيف الشربيني واللي بيعتبر مالك سلسلات محلات بلبن هو شيف مصري، وزي ما احنا عارفين انه طباخ قديم وعلم ابنه من بعده علاء الشربيني، وبيتقال ان الشربيني ورث الشغلانه دي من ابوه، وابوه ورثها من جد، وجده كان من طباخين قصر الملك، وبيتقال ان ابوه قدم الاكل لزعماء كتير زي جمال عبد الناصر والسادات، وكان الشربيني مع ابوه طول الوقت كمساعد. ومن هنا بدأت الحكايه، وطبعا مفيش نجاح بيجي بالسهل، فالشيف الشربيني بدأ حياته شيف في نادي الزمالك، وبعدين سافر لألمانيا واشتغل في الأول في غسل الصحون، وبعدين اتعلم على ايدين كبار الطهاة اليونانيين والألمان، وكان بيعيش معاناة وغربة لدرجة انه كان بيشتغل لمدة 22 ساعة يوميا، وفضل في ألمانيا 7 سنين لحد ما قابل الأستاذ أحمد النحاس ورجع مصر واشتغل في الفندق بتاعه. ودي كانت البداية ليه من تقشير البصل والبطاطس لنقلة لأهم محطات حياته عشان يبدأ رحلة الشهرة من بعد ظهوره في التلفزيون المصري. وكان حلمه انه يبقى شيف ناجح، مش انه يبقى معاه فلوس كتيرة، والدليل انه فعلا ما اشتغلش في اكتر من 3 قنوات على مدار حياته. وكان دايما بيقول ان المطبخ مليان بالمكر والخداع، لكن طول ما نيتك صافية وبتساعد غيرك هتلاقي الامور بتتسهل معاك. فكر الشيف الشربيني في فكرة مطعم الحلويات وسماه عروس البحر المتوسط، والمحل ده حقق شهرة كبيرة جدا، عشان كده طلبوا يكون ليه فرع تاني في القاهرة. ودي كانت نفس الفترة اللي اتفتح فيها محل بلبن، واللي بقى ليها اكتر من فرع في الجمهورية كلها، وبعدين انتشر في محافظات كتير تانية وحقق شهرة كبيرة وبقى مكتسح. وبسبب التوسع بدأ رحلة جديدة من السعودية للأردن، وسبب نجاحه هو الأفكار الجديدة واعتماده على خطة تسويق ناجحة، واللي منها اعتماده على بلوجرز ومشاهير عشان يجوا يعملوا دعاية. وفعلا الموضوع بيفرق أكتر مع الناس، خاصة بعد اختراع التغليف الجديد لمنتجاته في بداية شهر رمضان 2024. طب هو ايه اختراع السنة دي؟ وايه هو هرم الحلو؟ هو عبارة عن هرم 4 أدوار، ونبدأ من قمة الحلو. الدور الرابع هو قشطوطة متسقسقة لبن وقشطة، وعليها طبقة من كريمة القشطة وفراولة قطع بالنوتيلا. والدور الثالث اسمه حلق، وهو بسبوسة مسقية سمنة بلدي وعليها طبقة كريمة لباني وطبقة بسبوسة تاني. الدور الثاني عبارة عن كريم بروليه وعليه قشطوطة متسقسقة ومتغطية بالكريمة ومتغطية بالكنافة المتحمصة في السمنة البلدي، ودي غيبوبة سكر طبعا. أما الدور الأول اسمه الحلاولة، وهو عبارة عن كيكة معمولة بالزبدة ومسقية شربات وزبدة، وعليها طبقة من الكريمة اللباني والقشطة وقطع المانجو الفريش. وسعر الهرم ده حوالي 600 جنيه، لكن عنده حجم صغير بيكون زي الكبير بس التاني أصغر شوية. ده غير إنه عامل حاجة تاني جديدة اسمها طسطوسة، في منها 3 أنواع، كندر ونوتيلا وبيستاشيو لوتس ومانجو فراولة، وهي عبارة عن كنافة متحمصة في السمنة البلدي ومتغطية بالكريم بروليه، وعليها طبقة قشطوطة متسقسقة في اللبن والقشطة، وعليها كريمة لباني، وعليها كنافة متحمصة. شاركونا في التعليقات، جربتوا منتجات بلبن ولا لا؟ وإيه رأيكم فيها؟